السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة عامله لكم جولة جامدة لأدوات المطبخ وكمان بالأسعار في المرشدي، بس ده فرع زايد، فخليكم معايا وهوريكم بقى كل أدوات المطبخ. يعني صورت حاجات كتيرة جدا هوريها لكم، وكمان بالأسعار وبالألوان والأشكال وكل حاجة، فخليكم معايا. يلا بقى خليكم معايا. اول حاجه هوريكم ده طقم جرانيت 30 قطعه ب7249 جنيه، وفي منه الوان كتير على فكره. ده يعني سعره قليل، بس ده 13 قطعه بس ب3290، وفي برضو منه الوان، يعني كل واحد على حسب الجوده بتاعته وعدد القطع. وفي اللون ده برضو، اللون ده حلو قوي عاجبني، اللون اللي هو اللي انتوا شايفينه ده. وكل طقم بيبقى فيه منه الوان كتير. معانا الطقم ده برضو، الطقم ده عامل 3078 جنيه. هشوفلكوا دلوقتي كام قطعة. اهو بص، هو 3 حلل، 3 حلل، والغطيان بتتحسب يبقى 9 قطع. هو فعلا كان 9 قطع اهو. الغطا بتاع الحلة بيتحسب قطع بالمبلغ اللي انا قلته لكم. وده بقى فيه طاسة، يعني تقريبا التاني 9 قطع بس، ده ب3195 جنيه. وفي برضو منه الوان، بصوا ده اللون الاولاني غير ده، وده برضو انا بحب اللون اللبني مش عارفه ليه، ب3986 جنيه اهو. زي ما شايفين كل حاجه التيكت موجوده وعليها الاسعار بتاعتها. ده ب329 جنيه، 3 قلايات في بعض، الكبيره والوسط والصغنونه خالص. زي ما انتم شايفين كده، دي 3 قطع ب329 جنيه. وهوريكم قلايات تانية دلوقتي. دي قلاية برضو بس ستانلس، هوريها لكم اهي زي ما شايفين كده، وهقول لكم على سعرها. القلاية دي ب649 جنيه ستانلس، والحجم اللي انتوا شايفينه ده بقى ب1449. ده الديت ام بقى كتيرة كده، انا مش فاكرة الاسعار بصراحة. بصوا، في حاجات لقطت الاسعار بتاعتها وفضلت فاكراها، وفي حاجات قعدت اقول ده لما اروح افتكر، ولما جيت ما افتكرتش الاسعار خالص، فسامحوني. المره الجايه ان شاء الله انا نازله قريب جدا، هعمل لكم كل فيديو، مثلا النهارده للجرانيت، فيديو للجرانيت وفيديو للتيفال وفيديو مثلا لكذا، فكل فيديو هيبقى مخصص لحاجه معينه وهيبقى منظم عن ده كمان. بصوا القلاية دي ب339 جنيه، اللي هي لونها بينك دي. في منها احجام بقى، الكبيرة والصغيرة تقريبا نفس السعر، مكتوب 339 جنيه. وفي منها الوان تحت اهي، لو انتوا واخدين بالكم، في اللي هي الحمرا الصغيرة، والاتنين دول مع بعض ب439 جنيه او 29، يعني مش هتفرق يعني. الاتنين دول مع بعض، اللي هي القلاية والجريل معاها. في اللي هي بتاعت العيش السوري ده ب429 جنيه. في بقى دي سعرها قليل عنهم خالص، كانت ب100 وشوية. وفي بقى قلايات كتير كل واحدة لها أسعارها، زي ما قلت لكم اوعدكم ان انا هعمل لكم جولة ان شاء الله، وهقول لكم على كل حاجة يعني بالسعر بتاعها بالمظبوط. يعني انا يمكن ما كنتش منظمة وانا بصور، لان ما كنتش عامله حسابي ان انا هصور خالص. كنت بصور جوله عشان رمضان، وانا كنت نازله اصلا عشان اصور جوله عن فوانيس رمضان وحاجه رمضان 2023، وهنزل لكم الفيديو ان شاء الله. فطلعت في الدور التاني، فصورت بقى حاجه المطبخ عشان الناس اللي بتهتم بحاجه المطبخ. بصوا اللي انا كنت ماسكاها دي ب7800 جنيه. تخيلوا، هي دي بس، هي القطعه دي لوحدها ب7800 جنيه. بس هي تقيله قوي، انا مكنتش قادره اشيلها. ودي تقريبا نفس السعر، يمكن اعلى كمان، انا مش فاكره السعر، بس كان سعرها يعني جامد كده اهي. بصوا بقى في القلايه دي، وفي قلايات كتيره بقى في بص الحاجات اللي هي سعرها قليل شويه، وفي حاجات سعرها ايوه دي ب199 الحمد لله، عرفت تمام ب199، هي قطعه واحده بس. وفي بقى اللي هي الحلل دي انا وريتها لكم قبل كده. وفي الصواني، في كل حاجة بصراحة في المرشية، في كل حاجة اللي انتوا عايزينها. وعايزين تنزلوا كمان في عروض بينزلها في عيد الأم، يعني كل عيد أم في شهر مارس كله بيبقى منزل عروض، وبينزل يعني تخفيضات جامدة.
يعني العيل بيجهز وكده يروح في عيد الأم في شهر مارس، طول الشهر بيبقى عامل تخفيض من أول الشهر لحد آخر الشهر. في بقى أنواع كتيرة من الحلل الستانلس دي زي ما انتم شايفين كده، وكل طقم على حسب بقى. بص انا كنت لقطه بقى التيكيتات الصغنونه دي، وقلت اما اروح هقول لكم على الاسعار، وروحت اصلا مش عارفه اقراها وناسيه، معلش بقى سامحوني. ده ب4200، ده الحمد لله افتكرت السعر، 4200 جنيه. بصوا اللي هي كام حله، 4 حلل واتنين طاستين تقريبا. ده كان عاجبني قوي، كان لسه جايبه. لونه اسود، ده تيفال بس لونه حلو قوي، هوريهولكوا دلوقتي. الطقم ده 32 قطعة ب4200 جنيه، 32 قطعة بس طقم تحفة. هو رصه كله في العرض، وانا شفت بقى هو عمال يرص، بس ما حبيتش اطول عليكم الفيديو، فانا قلت لكم على السعر بتاعه 32 قطعة ب4000 اهو. ده لونه حلو قوي، وفي منه على فكرة الوان كتير. دي بقى ايه، طقم قلاية زي ما شفتوا الاسعار، التلات قلايات مع بعض ب319 جنيه. 3 قلايات اهي ب319 جنيه. ده 4 قلايات مع بعض ب499 جنيه. دول 4 مع، في اللون الاسود وفي اللون الاحمر، دول 4 مع بعض احجام مختلفة. في بقى دي الحلل الصاج ب2679، وفي اغلى من كده. دي الحلل الصاج اهي، بتبقى 5 قطع ب2679 جنيه اهي. في منها الوان بقى، في الاسود وفي اللي هو الازرق، وعلى فكرة في منها الوان تانية لو انتوا عايزين. فيه تحتها كده. الطقم ده بقى جامد، ب11199، يعني 11200. ده جرانيت بس بصراحة جامد حلو. الحلة كده تشيلها تقيلة وجميلة، ب11200. 10 قطع الطقم، 10 قطع، وفي منه الوان. هي الكاميرا ظلماه بصراحة، هو في الحقيقة احلى بكتير وتقيل، وبصراحة عجبني قوي، يعني عجبني قوي قوي كمان. اللي هو في المذهب ده، في خط مذهب زي ما شايفين اهو. الطقم ده زي ما قلت لكم ب11000 ويعتبروا 200. وهوريكم اللون التاني دلوقتي بتاعه، في منه كذا لون. انا كنت بتفرج على الحلل، وكنت الغطا بيركب في الحلة وينفع يركب على القلية برضه اهي، هو كان محطوط في قلبها اصلا. والطقم ده برضه حلو قوي، ده جزء من الطقم. ده اللون الاسود بيعجبني برضه، شكله حلو، شكله جذبني يعني اهو. انا زي ما قلت لكم، سامحوني بقى على الاسعار اللي انا افتكرته وقلته لكم. اللي انا ما افتكرتوش هو الطقم ده ب3694 جنيه، اللي هو ده الوان اللي انا قلت لكم عليه ب11200. في اللون ده وفي اللون ده وفي اللون البينك ده. وفي طقم بقى ب3359. دي حلل صاج من بره ومن جوه جرانيت. وفي الطقم ده برضو جرانيت اهو، 17 قطعة ب4696 جنيه اهو. بس جميل بصراحة، برضو كان حلو قوي. وفي منه الوان تانية تحت. وفي شايفين لو ملاحظين الحلل الصاج اهي اللي بقول لكم، في منها الوان وفي منها اشكال كتير. ده طقم ستانلس 11 قطعة ب3689 جنيه. الستانلس دوت يعني في منه كتير جدا في المعرض، والوان الوان ايه يعني، اسعار مختلفة. شوف الطقم ده حلو قوي، لونه بينك كده زي التاني اللي انا وريتهولكوا اللي هو الاسود. ده نفس الطقم اهو، شكله لونه حلو قوي. بس في ناس قالوا لي يعني اللي بيجيب او بيجهز ما يجيبش الالوان الفاتحه دي. يعني ده الرأي ده صحيح ولا ايه؟ بيقولوا هاتوا الالوان الغامقه، مش عارفه ليه، انا سمعت حد بيقول كده. بصوا ده باسكت بقى بتاع الغسيل الصغير ده، كان ب358 جنيه، اللي هو الصغير. ومرسوم عليه بقى مش مرسوم عليه ايه، محطوط عليه بقى اشكال من فوق، في اشكال الفيل، وفي كلب، وفي قطة، وفي الوان مختلفة برضه. وده باسكت كبير شوية عنه،
ده بكام يا ربي؟ يا رب افتكر بس السعر. هو اغلى منه ب100 جنيه تقريبا، اغلى من التاني ب100 جنيه. ب495 جنيه، فعلا اغلى منه ب100 جنيه. وفي برضو منه اشكال كتير، في اللون الابيض وفي اللون البني زي ما نشوف. في بسكتات بقى كتير زي ما شايفين كده، كل واحد على حسب حجمه وسعره، وفي الوان بقى واشكال كتيره قوي اهو. دي باسكت العاديه خالص زي اللي عندي. في حاجات بقى مودرن طلعت وهوريكم منها دلوقتي. دي حاجات بلاستيكيتات كده، بلاستيك اهي. وفي حاجات بتبدأ من 9 جنيه، يعني انتوا تختاروا الحاجات كده اللي انتوا عايزينها، وحاجات للمطبخ وكده. الباسكت دي حلوة قوي، عجباني لان ما جبتش منها، يعني على ايامي ما كانش في منها. ب169 جنيه، بس جميلة وخامتها جامدة. الهلال والنجمة خامتها حلوة قوي. انا كنت بحاول هنا افتح الزرار اللي تحت، مكنتش عارفة افتحه اهو، عرفت. في منها الوان كتير جدا وفي احجام، هعرفكم سعر كل حاجة يعني. دي ب169 جنيه الحجم ده. الحجم الكبير شوية ب144 جنيه، بس دي غير اللي جنبها. وفي اللي هي فوق دي برضو اهي ب79 جنيه اهي. دي بكام؟ دي زي اللي انا لسه موريها لكم دلوقتي. دي غالية شوية، دي عاملة ب338 جنيه اهي، 338 39. دي بكام يا ربي؟ انا لولا ما بشوف التيكت اصلا مش هفتكر اي حاجة، مش هفتكر اي اسعار خالص. بس دي عجباني قوي، دي 169 برضو. وفي الاشكال دي اللي هي على هيئة ورق شجر وكده، مش سادة يعني، نفس السعر. دي ب109، الصغيرة منها ب109. اللي تحت ايوه دي ب109، اللي فوق ب169 دي، انما اللي تحت ب109 اللي هي الصغيرة شوية. في الوان كتيرة برضو، اشكال كتيرة جميلة، يعني بتناسب كل الاذواق. دي ب529 الكبيرة بتاعت اللي انا وريتها لكم الاول ب529، وفي قلبها حاجة اهي، قطعتين يعني. هي جميلة، دي عجباني قوي اهو. زي ما قلت لكم في بقى الوان كتير واشكال واحجام، كل واحد بقى يختار اللي هو على حسب ذوقه يعني. دي ب144 جنيه، وانا وريتها لكم برضو قبل كده. دي من العادية خالص، دي من العادية خالص، مش فاكرة سعرها بصراحة. معلش بقى عشان عندي برد. دي حاجات بلاستيك زي ما انا قلت لكم. في حاجات بتبدأ من 9 جنيه وانتوا طالعين بقى، البلاستيك الصغيرة، وحاجات بتاعة التلاجة، وحاجات كتيرة جدا. انا ملحقتش اصلا اصور، كنت تعبت لاني لفيت كتير في المول. زي ما قلت لكم كنت بصور تحت، وطلعت بقى يعني مش عامله حسابي خالص ان انا اصور الادوات المنزليه خالص. فان شاء الله اعمل لكم جوله تانية زي ما انا قلت لكم، هتبقى منظمه عن كده. هتبقى الحلل لوحدها ومثلا انا نسيت اعمل لكم كمان جوله عند الكاسات وطقم العشاء وطقم الفطار والطقم الصيني. كل ده ان شاء الله هيبقى منظم بشكل اكتر من كده. احمد ابني كان عايز ياخد دي، مع ان الناس زي بصراحه بتاعتي اتكسرت، كانت صيني واتكسرت بتاعت الفرح بتاعي. وكان عندي بونبونيره تانية هي ما اتكسرتش بس مدوره، فانا دورت على اللون الاسود كنت هاخدها، ما لقيتش اللون الاسود. دي صفايه الرز 35 جنيه. في الحاجات اللي ورا دي بقى بتاعت الخزين، هيتخزنوا فيها الحاجه، كانت عجباني برضه. انا عندي واحده زيها بس مش فاكره انا كنت جايباها بكام، وهنا ما لقيتش الاسعار بتاعتها. كل ده بقى الحاجات الحافظات اللي بتتحط في التلاجة، الحافظة بتاع التلاجة بأسعار مختلفة. دي ب114، واللي جنبها كان سعرها أقل، واللي أصغر سعرها برضو أقل. فأنا الحاجات اللي أنا افتكرت السعر بتاعها فقلته لكم. ودي حلل، دي كان عندي منها حلوة بصراحة، بتحفظ الأكل. الحلة الصغنونة دي لو واخدة مثلا طالعة في أي مكان، وممكن تاخدي الأكل لابنك أو حاجة في قلب الحلة الصغنونة. ودي جميلة، كانت عاجبة جنة قوي، ب665 جنيه. حلوة اهي.
365 جنيه. في بقى حاجات واشكال بقى كتير زي ما قلت لكم، في الحلل الستانلس والالومنيا والحاجات دي كتيره جدا. ان شاء الله نعملها جوله مع نفسها كده. انا كان نفسي بجد اوريكم اللطقم الصيني والكاسات روعه، وطقم العشاء والفطار، حاجات كده تحفه تحفه بجد يعني في المول. وما طلعتش كمان المفروشات. فكل اسبوع كده او كل ما انزل ان شاء الله هصور لكم الحاجات التانية بإذن الله. فخليكم معايا بقى. الناس اللي موجودة معايا لحد دلوقتي ومشتركتش تعمل لي اشتراك وتفعل زر الجرس عشان هوريكم حاجات جامدة. يعني انا مصورة برضو حاجات تانية. ده الجزء الاول. الجزء التاني ان شاء الله هنزل لكم الحاجات اللي انا صورتها وحاجات رمضان. دي بقى صواني عاملة زي صواني العشاء كده اهي. انا بصراحة على ايامنا ما كانش فيه الحاجات الحلوة دي. انا كنت جايبة صينية مدورة استانلس وصينية ميلامين مطاولة كده مستطيل، ولسه عايشين عندي لحد دلوقتي بصراحة يعني. والسكاكين كانت هي شنطة السكاكين، وجايبين سكاكين كده فرداني ومعلق فرداني وخلاص وشكرا. كان والله لسه عايشين لسه موجودين عندي لحد دلوقتي. بصوا السكاكين عاملة ازاي. انا لما بشوف الحاجات دي بقولهم احنا عشنا وشفنا اهي. والسكاكين دي برضو اهي، ودي على هيئة حشرة كده وفي قلبها 5 سكاكين. حاجات بقى اشكال كتير، كل واحدة لها سعرها. انا جيت على الاخر كده وهنكت خالص، كنت تعبت بقى مش عارفة مش فاكرة اي اسعار. دي اباجورات بتبدأ من 79 جنيه، دي ب149 جنيه بس. بتتحط في حجر في اوض الاطفال، بس شكلها جامد بصراحة. وفي اباجورات عادية كمان. رجعت برضو تاني للحلل. بصوا زي ما قلت لكم هنبقى نعمل لكم برضو ان شاء الله جولة حلوة. انا كده وصلت لنهاية الحلقة دي عشان ما نطولش عليكم. وهنزل لكم حلقة تانية هحاول تكون منظمة عن كده. فاللي وصل معايا لحد هنا يصلي على النبي في الكومنت وما تنسوش اللايك. الناس اللي مش مشتركة او تتفرج عليا انا زعلانة منكم، لازم تعملوا اشتراك وتحطوا لي لايك. وبشكر جدا كل الناس اللي متابعاني. وان شاء الله في ناس معينه كده متابعاني على طول ودايما بيقولوا احنا متابعينك، وحتى بيحكوا لي على الفيديوهات انت قدمتي كذا وكذا وكذا. اقول لهم طب اعملوا لي كومنت عشان اعرفكم. ان شاء الله هيكون في مسابقه جامده، واكتر حد متفاعل معايا له هديه جامده من غير ما يدخل في المسابقه. فتابعوني بقى وحطوا لي لايك واشتركوا في القناه عشان يوصل لكم مني فيديوهات كتير. وهنقدم مع بعض فيديوهات جامده ان شاء الله. في ناس كتير كانوا طالبين مني اللي هو المحتوى ده اللي نعمل اعملهم جولات بالاسعار، وفعلا انا نفذت لهم طلبهم. ما تنسوش بقى تحطوا لي اشتراك.